وانت بلا مؤاخذة مش حمار. انت بتملك عقل ذكي لدرجة كبيرة، ذكي لدرجة انه بتقدر تخترع الكارثة كاملة وبأدق تفاصيلها السينمائية بس بأفكارك. انت مش عم بيركض وراك أسد، عم بيركض وراك خوف من المستقبل وقلق من نظرة المجتمع وتحليل لسيناريوهات سيئة لسه ما صارت وبجوز ما تصير أصلا. والنتيجة نظام الطوارئ اللي المفروض يشتغل لدقائق لإنقاذ حياتك انت تاركه شغال بجسمك لشهور وسنين. الفيديو ده من أروع الفيديوهات اللي ممكن يشرح التوتر والأوفر ثينكينج وتأثيره علينا. وعلى فكرة الفيديو الكامل 10 دقايق واللينك بتاعه موجود في الكابشن. بس حابب أضيف له حاجة واحدة بس. في مصطلح في علم النفس اسمه نيجاتيفيتي بايس أو الانحياز للسلبية، وده موجود عند كل البشر. وببساطة هو إن تركيزك يبقى على الحاجة الوحشة الوحيدة اللي عملتها رغم إنك عامل 50 حاجة تانية حلوة، وإنك تسمع 10 مجاملات ولكن مخك يشغله الكلمة أو الإهانة الوحيدة اللي أنت سمعتها. والحاجة دي بتتكرر كل يوم بقى في بيتك، في شغلك، بين أصحابك، في عيلتك، وهكذا. مخك زي ما دكتور سعيد قال هو موجود عشان يساعدك إن أنت تنجو وتعيش. فأي حاجة بيشوفها إن هي خطر بيمسك فيها ويتربس فيها. مخك مش مهتم إن هو يخليك مبسوط طول الوقت، مخك مهتم إنه يدور على الحاجات ويفلترها، الحاجات اللي ممكن تأذيك وتحسسك بألم أو تهدد مصلحتك. فالطبيعي إن مخك هيدي انتباهه لحاجة زي دي ويهمل أي حاجة تانية مش في المنظومة دي أو مش بتعدي على الرادار بتاعه. وعشان كده مخك ممكن يخلق سيناريوهات وحروب وحوارات أصلا مش موجودة من الأساس، وده ممكن يدخلك في حالة نجاة ويخليك تحس إن أنت فعلا في خطر، حتى وإن على أرض الواقع مفيش حاجة خالص من الكلام ده. وطبعا أنت عمرك ما هتقدر تتخلص من الانحياز ده تماما، ولكن مجرد وعيك إن حاجة زي دي موجودة هيساعدك إن أنت ما تجلدش نفسك طول الوقت، وخليك دايما